السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، وكل سنة وانتم طيبين، وسنة جديدة وسعيدة علينا وعليكم يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلها. معاكم سماح أحمد، والنهاردة هنعمل مع بعض بيتزا أحلى من بتاعة المحلات بكتير، ومكوناتها بسيطة. أول حاجة احنا هنحضر البولة بتاعتنا، وهنحط فيها معلقتين كبار خميرة و3 معالق كبار سكر. هتكون هشة وجميلة جدا جدا جدا. بعد كده هحط كوبايتين مية، الكوباية اللي انا حطيتها دي بمقام كوبايتين مية، وندوب كده الخميرة والسكر في المية لحد ما السكر كله يدوب. نقلب كده، نفضل نقلب عشان الخطوة دي بتساعد ان العجينة تخمر معانا بسرعة، وبتكون عجينة ناجحة، بتبقى هشة كده وقطنية وجميلة. بعد كده بقى هحيق الخليط ده. حطيت معلقة كمون صغيرة، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر، وطبعا الملح عشان العجينة كده يكون طعمها حلو، تكون طعمة كده وحلوة. ندوب برضو كل ده مع بعضه. وبعد ما دوبناه حطيت معلقتين خل، وبرضو أقلبها. وبعد كده بقى أكون محضرة 6 كوبايات دقيق أو 7 كوبايات، يعني من 6 ل7، احنا على حسب العجينة ما تلم معانا وتبقى حلوة. هحط كده الدقيق حبة حبة، وادي البيكنج باودر معلقة كبيرة أو كيس بيكنج باودر. احنا هننزل بالدقيق تدريجي، مش هننزل بيه مرة واحدة. برضو الخطوة دي بتساعد على نجاح العجينة، وإن هي تخمر معانا على طول. نقلب كده كويس، وننزل بحبة دقيق كمان. حسب ما العجينة هتاخد معانا الدقيق. هي احنا نحضر 7 كوبايات بس هنحطهم بتدريجي، عشان طبعا الدقيق بيختلف أنواعه، من نوع بيبقى غير نوع تاني. نقلب كده، بعد كده بقى نحط بقى الدقيق ونعجن العجينة. أهم حاجة بقى عجينة البيتزا نعجنها كويس، لازم تتعجن كويس، احنا عايزين يكون فيها عرق. نعجن كده فيها. طبعا انا لسه ما حطيتش الزيت، هحطها دلوقتي. لما بحط في الاخر الزيت بيديها طراوة كده، وبيديها يعني تبقى العجينة جميلة. وادي الزيت اهو، انا نزلته نص كوباية زيت. هلم بيها بقى العجينة بتاعتنا، نفضل نعجن فيها لحد ما الزيت يختفي من العجينة خالص. تبقى العجينة كده بتاعتنا جميلة كده، عاملة زي اللبانة بتتمط كده وحلوة. أهم حاجة نقعد نعجن فيها حوالي كده 10 دقايق أو 7 دقايق، لحد ما الزيت يختفي خالص. وبعد ما خلصناها كده وبقت حلوة، هنسيبها بقى تخمر. هنحطها في مكان دافي وتخمر حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع، طبعا عشان الجو برد شوية. نحضر المقلاية بتاعتنا عشان أعمل الصوص بتاعها. وحطيت فيها معلقة بصل بودر على توم بودر،
وبعد كده هحط معلقتين كبار صلصة أو 3 معالق على حسب الكمية اللي هتعملوها في البيتزا، يعني على حسب العجين اللي هتعملوه هيحتاج قد ايه من الصلصة أو الصوص بتاعها اللي احنا هندهن بيه الوش. وادي حبة سكر ونقلب بقى. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتدهنوها كاتشب، بتبقى حلوة برضو، بس أنا بحب أعمل الطريقة دي، بتخلي البيتزا طعمها جميل. ولا إيطالي بقى ولا أي حاجة، في البيت أحلى من أي محل. حاجة نضيفة ومعمولة على إيدينا كده وموفرة وجميلة. احنا عارفين احنا بناكل ايه وبنأكل ولادنا ايه. ده منين الجودة والنظافة. انا حطيت حبة مية صغيرين، نقلب بقى الصلصة كده ونسيبها تتسبك، مش بتاخد وقت خالص. ولو عايزين العجينة معانا تخمر على طول، بندفي الفرن ونطفيه وندخل العجين فيه ونسيبه يخمر. هنهيأ له كده جو دافي عشان العجينة تخمر معانا بسرعة. كده هي اتسبكت خلاص. نحضر بقى حشوة الجبنة. نعمل بقى جبنة بالثوم كده جميلة جدا. حط معلقتين جبنة، جبنة فيتا، جبنة كريمي، أي نوع جبنة احنا نخليها جميلة. بعد كده هحط كده معلقة توم مفروم أو مقطع حتت صغيرة، وننعمهم كده مع الجبنة. نقلبهم مع بعض لحد ما يبقوا ناعمين خالص. بعد كده حطيت ربع كوباية لبن، لو في زبادي ممكن تحطوا زبادي، ما فيش ممكن تحطوا ربع كوباية لبن، حبة لبن كده اللي احنا ايه نسيح بيهم الجبنة. ونقلب كده كويس. كده حلو قوي. لو حبيتوا يعني تحطوا حبة ملح صغيرين ممكن تحطوا على حسب الحدق بتاعكم. وبعد كده حطيت معلقتين كبار زيت ونقلبهم كده مع بعض. لو عاملين حبة جبنة صغيرين تحطوا معلقة واحدة بس، معلقة زيت واحدة. ونقلب كده كويس. ممكن تحطوا مكان الزيت زبدة أو سمنة، ممكن تحطوا زيت زيتون زي ما انتوا عايزين. نقلب كده كويس لحد كلهم ما يمتزجوا مع بعض. بعد كده بقى رحنا بصينا على العجينة، بصوا خمرت ازاي وبقت جميلة ازاي. احنا كده بنخرج الهواء منها. وبعد كده هنطلعها على الرخامة بتاعتنا. بصوا ما شاء الله العجينة عاملة ازاي. نحطها بقى على الرخامة بتاعتنا. جميلة جدا، خمرت وبقت حلوة وناجحة ان شاء الله. بصوا نحطها بقى على جنب ونحضر الصينية بتاعتنا وندهنها زيت دهنة خفيفة. وبعد كده نقطع حتة عجين ونفردها بقى كده. الطريقة دي بتبقى البيتزا فيها طعمها جميل جدا، بجد أحلى من بتاعة بره بكتير. نفرد كده بالراحة عشان ما نقطعش العجينة. بعد ما فردناها بقى نشكشكها كده بالشوكة من النص عشان ايه ما تتنفخش جامد. لو حابينها منفوخة جامد ما تخرموهاش. بعد كده بقى ندهن الصوص اللي احنا عملناه. ممكن تدهنوه كاتشب لو عندكم كاتشب او لو حابين الكاتشب، وممكن تدهنوه الصوص ده بيبقى مطعمها اكتر.
بعد كده نرش رشة جبنة خفيفة موتزاريلا أو شيدر اللي موجود، احنا بنعمل باللي موجود دايما. بعد كده نرص بقى أي حشوة عندنا نرصها، لانشون، بسطرمة، سجق، لحمة مفرومة، تونة، أي حاجة موجودة. نزوقها كده، نحط فلفل وطماطم. طبعا اللي ما بيحبش الفلفل السبايسي ده يحط فلفل رومي عشان خاطر محدش يزعل. ونرش بقى الجبنة من فوق الوش كده. ونرص بقى الزيتون، حاجة تحفة بجد. نزوق كده الشكل بتاعنا. بعد كده بقى نرص واحدة كمان. بعد ما خلصتها برضو، المرة دي بقى مش هندهن ايه الصوص اللي انا عاملاه، هندهن بقى الجبنة اللي احنا عاملينها، اللي هي الجبنة اللي فيها الثوم وفيها اللبن وفيها الزيت. معلقة زيت عليهم وربع كوباية لبن، لو في زبادي نحط، مفيش لبن ولا زبادي خلاص هي الجبنة نقلبها كويس مع الثوم، وبعد كده نفردها بالشكل ده. تتفرد معانا بكل سهولة لان احنا منعمينها جامد. بعد كده بقى نرش عليها رشة بقدونس، تحفة بجد، تحفة، حاجة كده جميلة جدا. بقدونس بيديها طعم جميل مع الجبنة والثوم، حاجة تحفة. بعد كده نرش بقى رشة جبنة، رشة خفيفة كده، اللي بيحب الجبنة كتير يحط كتير. بعد كده بقى ندخلهم الفرن. وبعد ما خرجوا ايه رأيكم؟ ادي البيتزاية الأولانية، حاجة بجد جميلة. بصوا، حاجة تحفة بجد. أتمنى يا رب يكون الطريقة عجبتكم. دي اللي ولو بالجبنة طريقتي عجبتكم وبالبقدونس. والفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والشير وسبسكرايب والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.